السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ضيعت اول نص يوم من ايدك والانجليزي اصلا كل يومين ونص. فتعالى اقول لك كده ازاي تلحق من النهارده وبكره ان شاء الله تخلص الجرامر والكلمات وتحل عليهم وكمان السكيلز والقصه. وبما ان انت اصلا اكيد ما حلتش مثلا السنين السابقه او النماذج الاسترشاديه، وغالبا ان شاء الله اهم الكلمات هتيجي فيهم وكل الكلام ده فهم مهمين ولازم تحلهم. فبرضه هقول لك على خطه كده تحلهم بيها من ناحيه كل النماذج الاسترشاديه والسنين السابقه. فكمل معايا الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك. بص يا عم، بما ان انا عارف ان معظمكم اصلا مش بيعرف يقعد على الكتاب لفتره طويله، وطبعا من الجرامر للاسف اول كلمات كبار جدا، فانت ازاي تجمع بين الاثنين كده؟ بص يا عم، اول حاجه الجرامر مش مفيش وقت خالص ان انت تقعد تراجعه يونت من الكتاب، بجد يعني هياخد منك وقت كبير جدا، واصلا مفيش وقت لكل ده. فانت الجرامر هتراجعه من ايه؟ هتراجعه من ملخص. فين الملخص ده؟ هبعته لك على جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. ادخل فيها هتلاقي كده المذكره دي حوالي 17 ورقه، 17 صفحه، يعتبر لما لك كل الجرامر بتاع ال 12 يونت. فانت ذاكر منها وراجع منها، هتلاقي يونت واحد مثلا والجرامر بتاعه، ذاكر يا عم كده منه اكنك بتذاكر الجرامر لاول مره. مش هياخد منك كام ساعه وهتكون انت اصلا خلصت اكبر قدر يعتبر من الانجليزي. طيب يا عم الحمد لله خلصنا الجرامر، دلوقتي نشوف بقى الكلمات، لان الكلمات عليها حاجه كبيره جدا. نفس الموضوع برضه الكلمات كبيره اوفر، فلو انت عرفت ان انت تعرف تراجعها كامله ومش هتاخد منك يعني اليوم كامل مثلا ولا حاجه، فخلاص راجعها مع نفسك. ولكن لو عرفت ان هتاخد منك وقت كبير جدا، ففي برضه مذكره كده فيها اهم الكلمات تكرارا مثلا في الحل او تكرارا في الكتب الخارجيه او كل الكلام ده، هبعتها لك برضه على جروب التليجرام. انت راجع منها، يبقى انت كده راجعت الجرامر وراجعت الكلمات. ندخل بقى على الفقره الاهم اللي انت لازم تعملها. انت دلوقتي حفظت الكلمات ورجعت الجرامر. بص يا عم، مستر عبد الحميد حمد انا شفته كان منزل فيديوهات، يعتبر هو كان بيعمل ايه بقى واللي انا عاوزك اصلا تعمله، الا هو ان انت خلاص ذاكرت الكلمات ذاكرت الجرامر، تيجي على فقره الحل. بما ان انت اصلا مش بتحفظ الكلمات ومش بتعرف توظفها في الحل، ففي فيديو كده برضو المستر عبد الحميد حامد انا دخلت شفته، هو كان منزله يا دوبك لسه منزله امبارح، حلل فيه كم كبير جدا جدا على الجرامر والكلمات، اسئله بس. فانت ادخل معاه بالله عليك ما تكونش قاعد زي المستمع بس قاعد كده، لا طبعا حل معاه. انت هتشغل كده الفيديو قدامك، هتلاقي المستر بيحل، انت حل معاه، حل قبله. شوف مثلا الاجابه بتاعتك صح ولا غلط وهكذا. هتلاقي نفسك مثلا هو كان حل بتاع 400 سؤال على الكلمات والجرامر، انت كده حليت بتاع 400 سؤال فعلا على الجرامر والكلمات. فيبقى انت كده خلاص الحمد لله قفلت الملف بتاع الجرامر والكلمات. ودي اكبر حاجه انا عاوزك تعملها اصلا النهارده وبكره، الا وهي الحل. لان الحل طبعا بجد في الانجليزي هيفرق معاك جدا جدا جدا، انت اصلا بتحل كتير على الكلمات والجرامر. وبالنسبه للسكيلز يا عم، لو انت اصلا ما بداتش في السكيلز خالص، ففي فيديو كده انا كنت شفته للمستر شريف المصري على ما اعتقد، فيديو في 3 ساعات، هو طبعا كل السكيلز حتى بالرايتنج. فلو انت اصلا مش محتاج مثلا رايتنج وتكتب السي ازاي وكل الكلام ده، هتلاقي الفيديو اصلا يعني فاضلك على ساعتين ولا حاجه. اسمعه وركز فيه، لان يعتبر هما السكيلز عليها كام سؤال، كل سؤال يعتبر بدرجتين. فبالله عليك كده ركز فيهم جدا وذاكر من المذكره اللي المستر بيشرح منها، ويبقى انت كده برضو قفلت السكيلز. نيجي بعدها بالنسبه للقصه. انا مش عايزك تقعد تقرا القصه من اول وجديد، هي اسمها قصه، فانت يا دوبك محتاج انت تكون عارف الاحداث بس. القصه يا صديقي في فيديو هو ساعتين، شفت مستر كان شارح يعتبر فيه القصه كلها في ساعتين. انت اقعد كده يا عم اسمع الفيديو ده، سرعه شويه ولا حاجه واقعد اسمع وركز في الاحداث وخلاص. يبقى انت كده الحمد لله خلصت الكلمات والجرامر، ودول طبعا الاهم، وحليت من خلالهم. اقول لك ليه؟ لان زي ما قلت لك ان الجرامر طبعا انت اصلا الجرامر كله بي دي اف 17 صفحه، فما خدش منك وقت. وبالنسبه للكلمات برضو هسيب لك زي ما قلت لك البي دي اف، فانت رجعت كده اهم الكلمات وبعدها دخلت على الحل، وده هو اصلا الاهم. يعني معظمكم اصلا بيذاكر وينسى اصلا يحل، فده الاهم. ويبقى انت كده الحمد لله خلاص يعتبر كل الفروع بتاع الانجليزي. نيجي بقى الحمد لله انت خلصت كده يعتبر، لحد مثلا لو سهرت بالليل ولا حاجه يعتبر ان شاء الله تخلص كل الحاجات اللي انا قلت لك دي، او عادي حتى ولو خلصتها بكره على الظهر ولا حاجه. طب دلوقتي ازاي هتحل كل النماذج الاسترشاديه وكل السنين السابقه؟ بص يا عم، انت السنين السابقه او النماذج الاسترشاديه مش مطلوب منك انت تقعد مثلا تحل الترجمه اللي فيها او تحل القطع اللي فيها. هتلاقي نفسك الاهم فيها اللي انت محتاج تحل مثلا ال 20 سؤال اللي هو الاختياري بس. فانت امسك كده والله كل السنين السابقه حل والله الاختياري بتاع ده، الاختياري بتاع ده، الاختياري بتاع ده بس. هتلاقي نفسك والله يعتبر جيت على اخر اليوم حليت يعتبر شبه كل السنين السابقه والنماذج الاسترشاديه، وخلصت كم كبير جدا. وطبعا وانت بتحل اصلا هتاخد بالك اهم الكلمات اللي كانت بتتكرر، فتركز عليها. ويبقى انت كده بجد والله ضمنت اكبر درجه يعتبر في الفيزياء، وان شاء الله ان شاء الله يعني الامتحان ما يخرجش بره كل اللي انا قلت لك عليه ده. وبس يا صديقي اعمل كده بالله عليك وما تضيعش وقت تاني، كفايه والله الانجليزي ما فيهوش وقت يتضيع خالص. ما تقعدش تفكر في الانجليزي والعربي دلوقتي، بالله عليك ركز في الانجليزي زي ما قلت لك وقت قليل، وطبق كده كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وان شاء الله ان شاء الله تضمن اكبر درجه في الانجليزي. وكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي ان شاء الله هبعتها لك على جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، ما تنساش تدخل فيه. وبس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.